هذا الأخ عنده مشروع مهم جدا، بل والله عنده مشاريع. الذي أعرف أنه يشرف على 5 أو 6 مشاريع دعوية خيرية. وتعرفون من أكثر ما تواجهه المشاريع الخيرية هي الأزمة المالية. كم من المشاريع توقفت بسبب ماذا؟ الأزمة المالية. هذا الشخص يقول والله لا أعاني إطلاقا، مع أنه يقول ميزانيتي بالملايين، بل عندي رصيد لسنوات. كيف؟ قال من خلال تدبر آيات وصلت إلى اليقين والثقة وبوعد الله. يقول لم أعاني بعدها من أي أزمة أبدا. ما هي هذه الآية؟ أفدنا. قال كنا يوم من الأيام في مجلس طلاب علم، ففي ختام المجلس قال صاحب المجلس يا شيخ فلان أحد المشايخ اختم المجلس. قال طيب أختم المجلس في مشايخ؟ يقول فقلت له القرآن ما يتعلق بالمشايخ ولا العوام، هذا كلام الله جل وعلا، اختم المجلس. يقول سبحان الله، فإذا هو يقرأ بصوت ندي وجميل والليل إذا يغشى. شوف القسم، والليل إذا يغشى والنهار إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى. لاحظوا كيف؟ إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول والله كنت أقول للشيخ وقف يكفي، لكن يقول سكت حتى أنا. لما خرج قال لأصحابه إياكم أن تقولوا يوم من الأيام عندنا مشروع بس ما عندنا قضية مادية. قالوا ليش؟ قال ما سمعت الشيخ يقول قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا كيف؟ قال لو أننا عندنا مشروع يكلف 1 مليون 2 وجاءنا التاجر فلان سمى بعض كبار التجار وقال المشروع علي، هل تشكون في وعده؟ قالوا لا ما نشك في وعده. قال طيب مع أن التاجر قد يغير رأيه، قد يصاب ما عنده سيولة، قد ومع ذلك تطمئن. قال فكيف بوعد الله؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أمورهم. يقول والله ما عانيت منذ سنوات أي أزمة، بل يقول سألناه طيب كيف تطلب؟ قال والله ما أطلب من الناس. قال أقسم بالله لا أطلب، إنما يأتيني المال وأنا في مكان. يقين وعد. كما أن الموظف الآن في دائرة ولله المثل الأعلى في دائرة حكومية مطمئن الراتب يأتي آخر الشهر، بل الآن ينزل في حسابه، ما يجلس كل شهر يطالب وزارة المالية والدائرة الحكومية، مطمئن. يجي يوم 25 يجد أن راتب. فوعد الله أعظم، لكن بشرط أن يكون يقين وليس تجربة. نعم هنا كما قال عمر والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا وجد هذا اليقين، أنا أقول من خلال تدبر آيات. سبحان الله قبل أيام يقرأ إمامنا بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فقرأ سورة الليل، فإذا هو يقول قريب من هذا الكلام لأن البعض أيضا مرة أخرى يحسب أن هذه الآية خاصة بالمال هذه السورة، فإذا يقول لا في إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى أي عطاء دعوي علمي جهادي مالي، فما أعطى واتقى الله جل وعلا لا يريد سمعة شبهة وصدق بالحسنى بوعد الله جل وعلا فسنيسره لليسرى. وعد من الله. فإذا حدث تقصير فإنه من نفسك، من عائق. راجع قلبك أو فهمك أو يقينك، والله أعلم. الحديث معكم ذو شيول لعل ما نقص